السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصحابي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا النهاردة حبيت اشارك معاكم وصفة سهلة وسريعة، وبصوا يعني مكوناتها كلها في البيت. طبعا راح اعمل ايه، بس قبل ما اقول لكم ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعملوا اعجاب الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا النهاردة راح اعمل ايه، راح اعمل لكم وصفة الفول بالتقلية. معرفش انتوا بتسموه فول ايه، بس انا هو الفول بالصلصة ده. فهنعمله النهارده معاكم، وحبيت اشاركه معاكم ليه؟ يعني عشان انتوا اخواتي وبحب اظهر قدامكم كل حاجه. انا كنت راح اعمله دلوقتي، بس قلت افتح الكاميرا واوريكم خطواته عامله ازاي. طبعا طريقته سهله جدا جدا جدا، واي بنت تقدر تعمله. فاحنا معانا دلوقتي هنجهز بقى كل حاجه، وهتشوفوا كل حاجه بالتفصيل. وطبعا ابو يوسف كان طلب مني الفول ده، فقلت برضو اعمله له بما انه كان نفسه فيه، يعني ما كناش بقالنا فتره كده. الاكل ده طبعا بيبقى في الشتا تحفه، اللي هو التقالي والعدس والكلام ده. فاحنا بنحب ناكل الحاجات ديت في الشتا، فيلا بينا نشوف معانا الوصفه هتبقى عامله ازاي. طبعا احنا ولعنا الحله اهوت، تمام. هنستنى بقى الحله كده لو فيها اي ميه اي حاجه تنشف، عشان نبدا نشوف احنا هنعمل ايه. الوصفه دي جميله أوي وسهله، يعني متشابهه للطريقه بتاعت البطاطس اللي انا كنت عاملاها بالكفته. فاكرينها ولا ناسيينها؟ يا رب يكون الفيديو دوت يعجبكم، وبنات كتير قوي تستفاد من الطريقة دي. المية الحلة بدأت تنشف اهي. هنجهز بقى الزيت بتاعنا اهو. بسم الله. شوية صغيرين خالص، بس كده تمام. هنحط بقى دلوقتي معانا شوية بصلة يعني على ايه، على يجي 5 6 فصوص توم كده. مش 5 6، يعني 4 كده ولا حاجة. انا مش هحط التوم في الصلصة، لا انا هحطها وهي بتتحمر تبقى احلى. استنى بس الزيت يسخن. طبعا يا جماعة الزيت سخن خلاص، هنحط بقى ننزل معانا بالبصل والثوم. بسم الله. تمام. ريحتها جميلة أوي ما شاء الله. طبعا هتستني لحد ما البصلة والثومة تدبل، وبعدين تنزلي بالفول. تمام، مش تستني لحد ما تتحمر، عشان البصلة ما تتحرقش مني. بصوا يا جماعة، البصلة اهي بدأت اللي هي تدبل خلاص. هننزل بقى دلوقتي بإيه؟ هننزل بالفول بتاعنا، نصفي فيه إن كان فيه أي مية نصفيها. تمام. ده الفول بتاعنا. بسم الله. هنستنى بقى لحد ما تشموا ان ريحة الفول طلعت، وتيجوا يعني تتكوا عليه كده تلاقوه استوى اللي هو شوية يعني دبل كده برضه، تقوموا حاطين الصلصة بتاعتنا. فانتوا استنوا بقى ايه لحد ما الفول يتلوح شوية. طبعا يا جماعة يلا بدنا نشوفه بقى. بسم الله. الله، شوفوا ساعة ما تلاقوا الدخانة دي بقى هو خلاص بدأ اللي هو يدبل كده، تقوموا عاملين ايه بقى، تقوموا نازلين بالصلصة بتاعتنا. هننزل بقى بالصلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ما شاء الله. ريحته بقى ايه بدأت تظهر كده معانا بقى. كده تمام. نعمل بقى ايه دلوقتي؟ احنا كده خلاص عملنا لوحنا اللي معانا الفول،
ونزلنا عليه بالصلصة. نحط بقى ايه شوية فلفل اسمر. تمام. ولو عندك بقى اي بهارات حطي، اي بهارات عندك حطيها. تمام. اه نقلبهم. انا عامة بحب الفلفل الاسمر في اي اكل، بحب اضيفه في اي اكل. وانا بحب اشارك معاكم الطبخات والوصفات السهله ديت، عشان ناس كتير قوي بتقولي احنا عايزين منك عايزينك تنزلي وصفات كتير، فانا بحاول والله على قد ما بقدر بنزل لكم الوصفات اللي انا بعملها. وحطينا برضو شويه ملح، الملح طبعا على حسب الرغبه زي ما انتم عايزين. تمام كده. كده تمام، خلصت كل حاجه. طبعا يا جماعه الميه بدات تنشف خلاص اهي بقى اهو، خلاص ما عادش فيه يعني ميه خالص. هنقوم جايين حاطين شويه ميه، بسم الله، عشان اللي هو ما يتحرقش مننا ويستوي وياخد راحته في السوا كده اهو. بس كده كده تمام. هنستنى بقى لحد ما يستوي سوا نهائي. يلا بينا بقى يا جماعة نشوف الفول بتاعنا استوى ولا لا. طبعا ريحته خطيرة، ما اقولكوش على الريحة، الريحة بقى في حتة تانية. في طبعا ناس بتعمله بطريقة تانية وفي ناس بتعمله بالطريقة دي، بس انا يعني الطريقة ديت انا بحب اعمله بيها، يعني بحسها حلوة كده. في ناس تقولك ايه انا هسبك الصلصة الاول وبعدين احط الفول فيها، لا هو كده هيشرب من الصلصة ويبقى طعمه جميل ويبقى ايه شارب من بعضه كده. كمان للناس اللي بتقول ايه بقى عايزين نشوف الاكل استوى ولا لا، اهو بصوا جبت فول اهي اهو، بصوا اهي اهي استوت اهي خالص، استوت خالص اهي. تمام. فيلا بينا بقى كده نطفي عليه، لان هو سلطة بصراحة طعمه جميل وانا هموت واكل منه. انا طبعا عملت جنبه فراخ وعامله رز بشعريه وعملت شويه مكرونه كده، طبعا اكله لذيذه وسريعه وانا هموت واكل. كده يكون وصفه النهارده خلصت. طبعا بعد ما احنا خلصناها ما خدتش مننا اي وقت، حوالي ربع ساعه كده ولا 10 دقايق تكون خلصانه وانت واقفه تعمليها. ما مش بتحتاج يعني تريكات ولا حاجات من دي، كلها طريقه سهله وطريقه كل حاجاتها في البيت. فانصحكم انكم تجربوها بوصفتي، لو تعملوها بطريقه تانية جربوا الطريقه دي هتعجبكم بصراحه. ولأي بنت لسه داخله المطبخ وبتتعلم لسه الاكل وبتتعلم لسه الطبخ جديد، تابعيني وانت هتعملي كل حاجه بطريقه سهله وبسيطه ومن غير اي تكاليف ومن غير اي تعب. فالنهارده كده خلاص انا خلصت، ويا ريت تكون الوصفه دي عجبتكم. ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتعملوا اعجاب للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه هتلاقوا مني وصفات كتيره سهله وسريعه واشارككم كل حاجه. وانتظروا بقى الايام الجايه يبقى في مفاجآت كتيره قوي، وفي وصفات اصلا يعني يعتبر ما نزلتش على النت هعملها لكم والله. فيلا بينا بقى، سلام.